الو، السلام عليكم حج وعد. عليكم السلام مولانا ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافيه. اكو كلام لاهل البيت اريد اقول لك بيها يعني. قول. اذا تعطي تقريبا دقيقتين، رحم تفضل. الله والديك، ما طول عليك الله يعني. يبارك بيك مولانا. عارف رحمة الله على والديك، انتم النور. الله وياكم يحشرك والديك. مع محمد وآل محمد. ادعوا لاخواني الاخ اللهم عارف، الله يبارك بيه. تفضل اخونا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان شاء الله الله يشافي ان شاء الله ويعافيه الله والديك. بال 2003 حج وعد اني انصابيت بهذا المرض مو زين اللي جاني بالدم. نعم. انا ما اقدر اقول اخاف، يقولون الناس يخافون منه حتى من اسمه هو هذا اللي هو السرطان. نعم. بال 2003 بالضبط، تقريبا 14/6/2003 انصابيت به. اول ما دخلت كنت كلش خايف، وقالوا لي هم انت مصاب بهذا الدم، فصارت عندي جلطه بنفس اللحظه. من الخوف صارت عندي جلطه. فكنت قاعد وواحد من الممرضين اجاني قال لي اكو خبر ثالث همات مو زين لك. قلت له شكو؟ قال لي عندك كورونا. نعم. الكوفيد كان بوقتها الكورونا كلش خايفين من عندها. فخلص استسلمت، قلت بعد ما اقدر اني يعني ما اطيب من هاي الامراض الثلاثه اللي اجتني. جابوا لي حطوا لي بصدري هذا اللي الباور لاين يسمونه، ما اعرف ايش يسمونه بالعربي، اللي بصدري هو يعطوني عن طريق الكيميائي، ويعطوني عن طريق شو اسمه العلاج وهذا. نعم. فازدادت حالتي سوء، وظليت يعني بعد ما استسلمت للامر الواقع بالضبط تقريبا 4 ايام من بعد 16/6 استسلمت للامر الواقع، وقلت راح اموت بعد ما خلاص يعني. ظليت اشاهد بالليل. جوني تقريبا 3 دكاتره رجال ودكتوره مرة ونيرس اللي هي مضمده، هي المسؤوله مالتهم، كانت مسؤوله مال الدكاتره. وقالوا هذا ما يعيش لثاني يوم، ما راح يعيش لثاني يوم. فاكو صديق عندي كان عايش ببغداد، فقلت له بل كنت تروح للامام علي؟ قال لي ليش هيك؟ انا خادمكم وانا احبكم، ليش هيك؟ فتعبت انا، حل تعبت. يا اما تاخذ روحي وهسه تريحني من هذا العذاب، لانه ما اقدر حتى اتنفس ولا اقدر انام. 4 ايام تقريبا انا ما نايم. بعد هذا تقريبا يشهد الله ورسوله حج وعد، تقريبا بنفس هاي الليله نمت. من قلت له روح، قال ما اقدر اروح للنجف، انا ما اقدر، بس انا اروح للامام الكاظم. وراح اسال الامام الكاظم على هاي، وقل له بس انت ما تقول له كل شيء هذا بنفسي اني يعني، بس قل له ليش هيك شيء؟ انا خادمكم وانا احبكم. والله العظيم حج وعد قعدت الصبح والله العظيم كل شيء ما بيه. حتى الدكاتره والنيرسات اللي موجودين داخل شو يسمونه هم متعجبوا. ثاني يوم لا صار عندي الكوفيد. هذا الكوفيد راح، اللي هو شو اسمه الكورونا. راحت الكوفيد. والباور لاين هذا رادوا يطلعونه من صدري. بعدين قالوا لا خلوه، بعد صارت صحته زينه. وراحت الجلطه من عنده، لا سووا لي شيء للجلطه ولا هذا، وخلاص. هذه باي سنه؟ باي سنه؟ 2023 بالضبط 16/6. والولد اللي قلت له روح راح للامام الكاظم، قال بالليل قلت له خافوا يسدون الامام الكاظم بالليل. قال لا ما راح يسدونه، هو مفتوح 24 ساعه، ما يسدونه بعد. انا والله شوف، اذا كملت انا اذا اتكلم وياك ويا الجمهور، اذا كملت اعطيني مجال او تسده. تفضل. لانه انا اعطي مجال للناس الباقيين خطيه الناس. فاني قلت له خاف يسدون، لان انا من زمان ما نازل للعراق، كلش هوايه صار لي. فقلت له على عهد ما نازل للعراق، كلش هوايه صار لي. فقلت له على عهد الطاغيه الملعون. فقلت انا يجوز يسدونه بالليل، اتذكر يسدون الساعه 10 بالليل. فقال لا مفتوح للصبح. قلت له الساعه تقريبا هسه عندكم ب9 وهذا. قال لا مفتوح، خلينا نروح للامام الكاظم. هو بعد هو جد الامام علي، وراح يقول له بجاه رب العالمين، بجاه النبي محمد، بجاه الحسن والحسين، لحد ما توصل للامام الكاظم. وقال له ليش هيك؟ هذا خادمكم وهذا يحبكم ومنكم وبيكم، يا اما تاخذ روحه وتخلصه
عرفت؟ مو هو اللي ياخذ روحه، بأمر من رب العالمين، انه كرامه لهم عند رب العالمين. وخلص انا يا اما تريحني، والله العظيم حج وعد يشهد الله ورسوله، قعدت الصبح كانما شيء لم يكن، اللهم صل على ورجع محمد. التنفس مالتي ورجع النبض مالتي مثل ما هو. بعدين ظلوا يعطوني كيميائي بعد تقريبا ثاني يوم، يعني يوم 22 الله 6 يشافيك. يوم 22 جون 2023. ورحم الله والديك الله يبارك، حج وعد، الله الله يعطيك يبارك، الله العافيه. يرحم والديك انا ويجزاك. اروح انزل لانه خطيه اعطي مجال للناس الباقيين الله يحفظك، يشاركون. الله يحفظك، الله يحفظك. رحم الله والديك، مع السلامه. مع السلامه. سلامنا كل لسيد ميثم ولا ابو كريم ولعلي اسد، حج الشيخ علي اسد، رحم الله والديك. الله اسال يبارك، الله رحم الله والديك، الله الله يبارك، الله يهديك. يرحمه.